المصاعد الهوائيه بداو يتطوروا كما تيزيوزهم خدموا وحده ما شاء الله المصاعد الهوائيه. وانا في الجزائر قد ما يكثروا مليح، حاجه مليحه. انا بدات نقولوا تطور تدريجيا الجزائر. نقصت علينا بزاف ديك العزله اللي كنا فيها. ما كانش حنا باش طلع بوزريه ضرب واحد 6 سوايع في مينيت هاك باب الاول. الحمد لله. صراحة تنحي العزلة عن المواطن وتوفر له سبل تاع النقل هكذايا. الحمد لله يعني والله الحاجة ما شاء الله كاع. راك تشوف المنظر كيفاش تبان البلاد من الله يبارك. شغل تنقل وما تتمتع تاني. الله يبارك. بزاف يعني كاينة نهضة يعني شاملة، وتحس بلي كاين تغير ملموس كبير في البلاد هذه. الحمد لله يعني صراحة كاين بزاف امور اللي تبشر بالخير. يعني هذا يعتبر من اطول يعني المصاعد في العالم. شوف يعني المسافه اللي قطعناها، يعني جينا من باب الواد لسيلاس بعد الصغاره، يعني مسافه طويله بزاف صراحه. يعني لو كان زعما مثلا حكمنا وسيله نقل واحده اخرى جينا فيها نضيعوا وقت بزاف، تقدر حتى ساعتين يعني هكذاك في الطريق، خاصه اوقات يعني الخروج من العمل وكامل تكون زحمه كبيره. ما يعني صراحه يعني هذا المصعد هذا يعني خفف كثير المواطن وفيه منفعه كبيره صراحه. الجزائر يعني في طريق النمو يعني، وبنية تحتية كبيرة، وهي معروفة يعني بالمساحة تاعها الواسعة والكبيرة. يعني باش تشوف حتى حاجة كيما هذه يعني الله يبارك يعني حاجة تدعو للفخر للبلاد. المصعد الهوائي هذايا يفتح كل يوم أيام الأسبوع كاملة من الصباح حتى ل9 تاع الليل، يعني يغطي الوقت اللي وين يحتاجه المواطن يعني. وفيه يعني الثمن يعني معقول، جد معقول صراحة. يعني 30 دينار ثمن في متناول الجامعة. والمسافة 2 كيلو هكذا تقريبا 2 كيلو. شوف يعني هذا المصعد الهوائي هذايا الحاجه اللي فيه متميزه يعني فهمت، انك فيه منظر شباب بزاف. يعني تشوف العاصمه، تشوف المسجد الاعظم، يبان حتى مقام الشاهد. يعني تتنقل وما تتمتع بالمناظر الخلابه صراحه يعني. يعني وهذا يعتبر يعني مكسب للسكان الجزائر، وخاصه الناس اللي يعني يكونوا مثلا يتنقل فيه وما بطوره يعني يتمتع بالمناظر الخلابه هذه ويشوف العاصمه كامل. يعني منظر يعني يوصل يعني صراحه يعني. ويقدر حتى السواح يقدروا يعني اللي يجي لهنايا يعني يتنقل فيه، يعني تكون عنده حاجه يعني يتميز بها، انه تشوف يعني تبان لك العاصمه ويبانوا معظم مناطق العاصمه تبان، والبحر من تحت هكذا. يعني مناظر جميله بزاف صراحه.